وفي يوم 31 ديسمبر سنة 1600 أصدرت الملكة إليزابيث الأولى ميثاقا ملكيا لتأسيس شركة جديدة اسمها شركة الهند الشرقية الإنجليزية. في البداية كانت الفكرة بسيطة، شركة عايزة تروح لأسواق الشرق تشتري بضائع بشكل مباشر وترجع تاني تبيعها في أوروبا. في الوقت ده الشركة ما كانتش بتخطط إن هي تحكم دول، ولا حتى كانت بتفكر إن هي تبني جيوش، وما كانش عندها هدف سيطرة سياسية نهائي، كانت مجرد شركة تجارية. لكن أحيانا التاريخ بياخد الأفكار الصغيرة دي لأماكن حتى أصحابها ما توقعوش إن هم هيروحوا لها. فالشركة اللي خرجت عشان بتدور على التوابل وعلى الحرير بدأت تكتشف إن التجارة مش محتاجة البضائع بس، أحيانا بتحتاج قوة عشان تحميها. ومع الوقت بدأ السؤال يتغير، ما بقاش السؤال إحنا إزاي هنشتري ونبيع، السؤال بقى إحنا إزاي هنحمي اللي عندنا، أو إحنا إزاي نحمي اللي نمتلكه. ومن هنا بدأت أول خطوة في طريق طويل، طريق هيحول شركة تجارية عادية لواحدة من أغرب القوى في التاريخ. الواضح إن خطة العمل في الأول كانت بسيطة، إحنا هنروح نشتري توابل ونرجع، بس واضح إن الموضوع كبر منهم شوية. هو الحقيقة كبر خالص.